السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عاملين ايه؟ النهاردة ان شاء الله هعمل معاكم القرنبيط من غير بيض، مقرمش، لونه كده ذهبي وجميل، بسم الله ما شاء الله. تابعوا معايا الفيديو للاخر وان شاء الله هيعجبكم باذن الله، وتجربوا الوصفة وتقولوا لي رايكم في الكومنتات. لو اول مرة تشوفيني اشتركي في القناة يسعدني طبعا. عاوزة اقولكم 90% بيتفرج عليا ومش مشترك في القناة، فاشتركوا في القناة وفعلوا الجرس ليوصلك اشعار كل فيديو بنزله. ما تنسيش اللايك وكومنتي برأيكم وقولولي انت بتتابعيني منين. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. بنجيب القرنبيط يا بنات وبتقطعه. تمام. انا عن نفسي بحب القرنبيط صغير، تقطعه تبقى صغيرة يعني عشان يبقى يطلع مقرمش كده وحلو. لو قابلتني واحدة كبيرة يعني وانا بقطع فيه بروح مقطعه نصين كده. لو انتوا شايفين بشيل الحتة اللي عاملة زي الجلدة دي، مش عارفة اسمها جلدة المهم بشيلها، انتوا شايفينها طبعا. بشيلها كده قبل ما اسلقه. طبعا انا حاطه ميه على النار وحاطه فيها ملح وكمون. تمام. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. اه زي ما انتوا شايفين بكمل لسه. تمام. زي ما انتوا شايفين كده يا بنات، بوريكم الحاجات اللي انا شلتها يعني من القرنبيط وكده. تمام. تعالوا بقى نحضر الدقيق. عبات لما الميه تغلي كانت الميه لسه مش غليت يعني، فقلت احضر معاكم الدقيق والميه وكده. كنت عامله معاها سمك، السمك كان في الفرن. تمام. تعالوا بقى نحط الدقيق. حاطه 3 معالق من الدقيق عشان انا هعمل كميه صغيره. ممكن هعمل ربع القرنبيط ده، هو طبق يعني على قدنا وكده، والباقي هحطه في الفريزر. فانا هحط بس 3 معالق من الدقيق. طبعا يعني انت بتحطي على قد الكميه اللي انت هتعمليها. تمام. تمام كده. احط بقى ملح هنا وهنا في البوله وفي الطبق، ملح، كمون. تمام. وكمان فلفل اسمر. تمام كده يا بنات. وكمان بابريكا. وهكون مجهزة كوباية الا ربع من المية. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. دي زودت ملح تاني تقريبا. تمام كده. قلبهم بقى كده مع بعض. والمية كانت على النار لسه مش غليت تمام. احط كمان يا بنات شوية من الكركم عشان كده يدينا لون حلو يعني وكده. تمام. قلبتهم مع بعض. حطيت بقى زي ما انتوا شايفين المية، وهفضل اقلب كويس علشان مش تكلكع. تمام كده. تمام. قوامها بيكون عامل زي الكريب كده يا بنات او البانكيك. المهم يا بنات هفضل اقلب كده زي ما انتوا شايفين. تمام كده. زي ما قلتلكوا القوام بتاعه زي البانكيك كده. شايفين هو ده القوام بتاعه من غير بيض والله، من غير اي حاجه خالص. كان عندي بقى خضره مشكله في الفريزر زي ما انتوا شايفين، بسم الله ما شاء الله، خضره ازاي وجميله. لما يكون عندي خضره بزياده بروح غسلاها ومقطعاها وحطاها في الفريزر. تمام. بتفضل خضره زي ما هي كده ومحافظه على لونها زي ما انتوا شايفين. تمام كده. احط بقى معلقتين كبار كده من الخضره على حسب يعني. واقلبهم مع بعض كده كويس. تمام كده. زي ما انتوا شايفين اللون اللي هو اللي مدي على صفار ده عشان من الكركم يا بنات، مش حاطط بيض والله ولا اي حاجه. هو دقيق وميه والتوابل بس والخضره. تمام. سلقته هسيبه بقى يبرد ونرجع نكمل. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. تعالوا بقى نحطه بقى في الخلطه اللي شايفينها كده. وبعد كده احطه اغلفه بالدقيق. تمام. نسيت اقول لكم على حاجه، ممكن تحطوا معلقه نشا. نسيت اقول لكم معلقه نشا، عفوا يعني. معلقه نشا يا بنات، لسه فاكره دلوقتي. عفوا يعني معلقه نشا على دي، على الخلطه اللي هي السايله والدقيق الجاف. تمام. هبدأ بقى اغلف بيه واحط على التحمير. بكون الزيت طبعا بكون مسخناه كويس جدا. تمام. عاوزه اقول لكم ان كان الدقيق خلص وكان لسه بكمل يعني في القرنبيط، فكان في خلطه فانا كملت حطيت في الخلطه ورحت حاطه على النار من غير دقيق. فانتي مثلا لو ما بتحبيش يعني تغلفيه بدقيق ولا كده ممكن بالخلطه على الدقيق على طول. تمام. استكفيت بالطبق اللي انا قلتلكوا هعمله يعني على قدنا وكده. كان فاضل يعني حوالي كده ممكن 4 معالق من الخلطة اللي هي السايلة. عملت كان في قرنبيط يا بنات مهري.
اللي هو صغير كده عامل زي وردة صغيرة كده، قطعته بالسكينة كده ورحت حطاه في الخلطة اللي هي السايلة وقلبته. تمام. ورحت ماسكة كده بالمعلقة أكنك بتعملي طعمية كده، بتشيلي بالمعلقة وتحطي بالراحة في الزيت، والزيت يكون سخن جدا. تمام، مش بتقلبي إلا لما يتحمر من تحت. تمام، تبقى عاملة زي القرصة كده أو حبات الطعمية كده، بتبقى طعمها جميل جدا. وبكده خلاص القرنبيط بتاعي خلص. كنت عاملاه مع سمك بوري. تمام. ان شاء الله ابقى اعمل لكم الفيديو بتاع السمك وانزله لكم لوحدي. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. لو وصلت للغاية اللي عندي هنا ما تنساش اللايك والاشتراك في القناة، يساعدني طبعا. تشرف تبقي معايا في القناة. كومنتي كده برأيك وقولي لي انت بتتابعيني منين. تمام، ايه رأيكم بقى؟ احلى قرنبيط من غير بيض. بسم الله ما شاء الله، بسم الله ما شاء الله، كان جميل جدا والله. انا عن نفسي يعني ما بحبش القرنبيط قوي، بس جوزي جابه هو بيحبه فانا حبيته الصراحة. جربوه هيعجبكم بإذن الله. مع السلامة.